صباح النور، صباح الخير، صباح الورد، ان شاء الله الناس تكون بخير ونعمة صحة جيدة. اليوم باش نحضروا مع بعضنا التختوخ تاع الطاجين، والا حشو البريك، ولا حشو تاع الطاجين، ولا اي حاجه سريعه انت تحب عليه. دونك شنو باش نعمل؟ هنا خديت صدورات الدجاج، شريت ما يقارب 30 دينار صدر تاع الدجاج. دونك غسلتهم بالقارص والخل مليح مليح، ونحيت الشحومات اللي تبدا لاصقه في الصدر. دونك طيشتهم ومن بعد غسلته وشللته مليح وحطيته توا يعني باش نحط عليه البيع قارصه باش تتنحى ريحه السخونيه. دونك باش نحط معاه هكا كونتي هذيك هاو قارص في وسط الماء، هو ياخذ غلوه ويعمل الرغوه ويخرج الزيوت. ديجا كما تعرفوا راكم بداو فما الزيوت هكا تلقاهم مازالوا بداو يخرجوا يعني بالسخانه. دونك هو ياخذ غلوه ونطفي عليه الغاز ونصفي الماء، وبعد نبدا التطيب نتاعي كما تشوفوا هكا يغلي. دونك خرجت الرغوه هذيك ومعاها شويه زيت كما تراو هنا مع بخار هكا الزيتونيه هذيك الكل مغلق بالصحه. دونك باش نبازو ونشللو وبعد نبداو التطيب. بعد ما غليناه مليح لهنا هرستهم بالملح وحطيت كونتيتي باهيه تاع زيت. توا باش نحط مغرفه، هذه تساوي مغرفه نتاع قهوه. دونك باش نحط زوز مغرفه نتاع قهوه ولا ثلاثه، انا كونتيتي دونك زوز قهوه نتاع كركم، ومعاهم مغرفه اكليل، وهذه شطر مغرفه اكليل، وابين زعتر هكا دوبليش الزعتر باهي. ومش نحط عليهم هذا من الكوليكيه شويه زعفران باك من فوق الزعفران، ونخليه هذا الكل يتقلى. ومش نزيدهم فلفل شايح مهروش التوابل. دونك عندي فلفل شايح هذاك اللي نشريوه من عند التوابلي. دونك اش عملت انا؟ خديت الفلفل غسلته ونظفته الصيام، وبعد كده شيحته على الاير فراير ولا تحطوه في الشمس يشيح في سائل. المهم ولا تنجموا حتى تلمسوه من برا بلقشه من الديار وكهو. دونك انا ننصحكم ما تغسلوهوش خاطر انا كي غسلته لحقت هيك شويه. دونك وريحته من كيما في الاكل وهكا في كل تطيبه. اذا كنت تحبوا البو الفومي هذاك نتاع الفلفل تحطوا منه، اما راهو حار بالنسبه للصغار تحطوا منه خاطر الصغار. دونك انا نحط شطايه مغرفه في كل تطيبه. توا باش نحط الدجاج نتاعي، باش نقلي المكونات الدجاج مع الثوم هذاك باش ينحي ريحه الصفوريه ويبهننها، مع انه غليناه الدجاج بالقارص ولا تنجموا تغليوه بشويه شكل وزعتر. باش نزيد عليهم وريقات رن، لانه الرن نايف عليه الدم وميمتو يفوح بالكدا الماكله. نحطو كان شويه رن. دونك باش نحط كان 3 وريقات باش ما توليش طعمها كي طعمه المقرونه. جوست انا حاشي بالرن باش يصيد بالفاحل نتاعو غير ما نسال نتاعو. نشوفوا الريحه بالحق بنينه عملوا. اذا مازال ما حطيناش البصل ومازال ما حطيناش البطاطا. دونك كيما تشوفوا ونحركوا مليح. وطبعا مش نحط البصل، هذه كونتيتي تاع البصل اللي عملتها. دونك مش نحطها الكل الطيب مع الدجاج لهنا. من بعد خليتهم يتقلاو على نار خفيفه. وتوا نحط كعبات البطاطا. عملت 8 كعبات ومش نشوف. دونك ما يلزمش البطاطا اكثر من اللحم وما يلزمش اللحم اكثر من البطاطا. نحبها معدوله لا هذه تفوت هذه. دونك ونحركهم. دونك هكا مليح مليح. من بعد ننقلها. دونك لهنا من بعد ما خليتها تقليت تو نصب لها الماء ونغطيها. دونك مش باش نهمها برشا بالماء، جوست حاجه بسيطه هكا ما نخلطوش على الاخر باش ما نعطيوش برشا في تشريح الماء نتاعنا. خاطر ديجا البصل باش يخرج الماء والبطاطا. المهم عينا ويزيدنا وزيد اللحم باش يخرج الماء نتاعو. توا نغطيوها ونخليوها لين تهبى، لين ينقص الماء وتقف على زيتها. وهذه هكا اللحم نتاعي طاب، كل شيء طاب كما تشوفوها يسمى يتكسر، البطاطا طابت، كل شيء طاب. دونك باش نخليه يبرد ومن بعد كي باش نبدا بالتفتيش نتاع اللحم باش نتحصل على ريزولتا باهيه بالنسبه للعباد اللي يجيها الطاجيني مرصوص يعني يغصص تحسوا شايح الطاجين، على خاطر ما يخليش هكا شويه ليكيد هكا. باش تصلح الطاجين نتاعك في صورة ما اذا كان انت سي بون عملت الحشو نتاعك شايح وكي جيت تخلط الطاجين حسيته شايح، والا البريك نتاعك كيف حسيته شايح، حط معاه كريم فريش سواء كانت ايباس والا ليكيد. دونك انا ديما نحاول نخلي التخطوخ هذاك نتاع الطاجين هكا فما شويه صوص باش تجيني الحاجه مش شايحه وتغص، تجيني هكا راويه بنينه وتشوف هكا. هذه هكا الريزولتا بعد ما فتفتنا الدجاج وغفصنا البطاطا وهي طابت ولات هذه على الاخر. دونك هذه الريزولتا نتاعي، ها هي الكونتيتي اللي تحصلت عليها. توا هذه المعدنوس نظفته وهذه وغسلته. دونك توا نقص في الكونتيتي تاع المعدنوس وباش نبدا نحط لهنا ونشوف نعدل ما بين المعدنوس والحشو نتاعي.
هذا الحشو نتاعنا بعد ما زدتو الماء بنص. دونك راني عملته ناقص ملح على خاطر مازال يجبن، وزاد فما اللي يحط لك الكبار في كعبه البريك. دونك احسبوا حساب هذاك باش ما تجيكمش كعبه البريك مالحه والا طاجين مالح. انا تو باش نعمل باش نخلي نحطه في وسط ساشيات الكونتيتي اللي حاجتي بها نتاع كعبه البريك. مثال انا نعمل 4 كعبات بريك، كل كعبه عليها مغرفه جمام، يعني مش مغرفه كبوس نتاع ماكله، مغرفه نورمال. دونك في وسط الساشي نحط 4 مغارف حشو البريك ونسطحو ونخبيه كعبه فوق كعبه في وسط الكونجيلاتور. وقت اللي نحب نطيب هاكا في وسط ساشي وحده تبدا 4 باش تكون نوعا ما الستاندار. دونك ما يفضليش باش يطيش ويقراص وتلوح، لا. دونك حاجه ستاندار 4 كعبات بريك. وقت اللي نحب نعمل طريب نجبد بزيت ساشيات. دونك هكا كنعمل تنوريكم. دونك هذوما جبن الموزاريلا، وهذه هي الساشيات تاع البريك تاعي. دونك هذه كل هكا كل ساشي حطيت في وسطها 4 مغارف نتاع بريك. 4 مغارف ما يعملوا لك 4 كعبات بريك فص عظمه. دونك ومن بعد كي سطحتها لين تولي هكا باش ما تشدوش برشا اسباس، وتحط الساشي فوق اختها كما تشوفوا. بعد سهل جبدان تلقاها حاضره وتخليها تعمل دي كونجيلاسيون نتاعها، من بعد تستعملها. دونك نفس الطريقه شريت 2 كيلو جبن مرحي شيدار وموزاريلا وخلطتهم في بعضهم وقسمتهم كل 50 غرام وحده في ساشي وخبيتهم نفس الطريقه. هاكا كل ما نجي باش نعمل بريك نجبد 50 غرام مع 4 مغارف يعملوا لك بريكه بنينه. نفس الطريقه تنجموا تعوضوا الدجاج صدر الدجاج تعوضوه باللحم. وان شاء الله تكونوا هكا استفدتوا وصحه وبشفاء، ونتلاقاو في وصفه اخرى. في وديعه ربي ورمضانكم مبروك.